لو عايز تشتري ايفون في 2025 استنى، عشان في موبايلات هتدفع فيها دم قلبك ومش هتاخد فيها غير الكاميرا بس، وفي موديلات هتشكرني عليها بقيت عمرك. يلا بينا. اول حاجه ما تجيبش ايفون 11 او اقل مهما كان حالته، خلاص كده دخل مرحله النهايه. الاداء قل، البطاريه بتنهار، والتحديثات بتقول له باي باي، وطبعا مفيش 5G. تيجي للايفون 12، هو حلو بس البطاريه مش قد كده، وحاليا ما بيقدمش قيمه مقابل سعر، وكمان حرارته زادت مؤخرا مع التحديثات الجديده. طيب تجيب ايفون 13 او 13 برو، اداء قوي، بطاريه محترمه، شكل حديث، وسعره حاليا نزل جامد، كاميرته احسن من ال15 وال14، وعلى فكره ده اللي بصور بيه دلوقتي، وكمان هيكمل تحديثات كذا سنه قدام. نيجي بقى لل14 برو وال14 برو ماكس. عايز دايناميك ايلاند وشاشه 120 هرتز، يبقى هو ده الصح، ومع نزول ال15 الاسعار بدات تبقى حلوه. ونيجي بقى هنا لل15 العادي وال15 بلس. دلوقتي الجهاز بقى بتايب سي، في البطاريه اداء حلو جدا، تصميم شيك والوان كتير جديده. لو ميزانيتك اعلى شويه ممكن تروح للبرو او برو ماكس، بطاريه افضل كتير، طبعا في تنوع في الكاميرات. نيجي بقى لوحوش الايفون، سلسله ال16، كاميرا ممتازه، بطاريه ممتازه، اداء لا يعلى عليه، بس طبعا السعر في حته تانية خالص. اما بقى بالنسبه لل16 بلاش تشتريه، لان ابل عملت تنازلات كتير في الجهاز. نيجي بقى للنصيحه بتاعت كيرو، لو هتشتري جديد ركز على ال13 وانت طالع، لو مستعمل لازم تراجع البطاريه والتحديثات. اهم حاجه الفتره دي لازم تجيب من مصدر موثوق، مهما كان السعر حلو، ايفون قديم خازوق قديم. سلام.